السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي متابعينا متابعاتنا على قناة المنتخب تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة التلفزيونية اللي عودناكم خلال الأيام الأخيرة وخلال الأسابيع على أنها تتصدى لأهم الأحداث والمستجدات اللي كتطرق على الساحة الرياضية الوطنية وما أكثرها في هذه الآونة الأخيرة. مناسبة هذه الإطلالة التلفزيونية اليوم غتكون موضوع يثير اليوم الجدل في إسبانيا وفي المغرب. ما كيتعلقش الأمر طبيعة الحال بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 ما بين المغرب إسبانيا والبرتغال، والجدل الدائر حول ملعب المباراة النهائية. يا ترى أيكون مركب الدار البيضاء الجديد اللي سيتم تدشينه إن شاء الله في أفق السنوات القادمة، أم يا ترى ملعب سانتياغو برنابيو قلعة نادي ريال مدريد الإسباني، أم يا ترى ملعب نيو كامب ببرشلونة؟ جدل كبير في إسبانيا على أنه من هو الملعب الأحق باستضافة المباراة النهائية لنهاية كأس العالم. ولكن لنتأكد من شيء، ولو انه ماشي هذا هو موضوع هذه المداخله او هذه الاطلاله التلفزيونيه، ان هذا الموضوع غادي يكون على طاوله النقاش يوم 18 اكتوبر بحضور رؤساء الجامعات الثلاث للدول المنظمه لكاس العالم 2030، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الاتحاد الاسباني لكره القدم، والاتحاد البرتغالي لكره القدم، لوضع اخر اللمسات على الملف الثلاثي، وبالتالي تحديد او توزيع عدد المباريات بحسب الملاعب المتواجده في كل بلد على حده. قلت ماشي هذا هو موضوع هذه الاطلاله، ولكن الجدل اللي موجود اليوم في اسبانيا مصدره جوج ديال اللاعبين هما معا خريجه المدرسه ديال نادي برشلونه لا ماسيا ديال برشلونه الاسباني، واللي حقيقه ما تداعى في الاونه الاخيره خلى ان بعض ردود الفعل تكون قاسيه جدا، بعض ردود الفعل تكون غاضبه جدا. ما نبداو بسرد الوقائع. هو لاعب شاب خريج لاماسيا ديال نادي برشلونه في عمر 16 سنه ونصف، يوجد اليوم ضمن نادي بايرن ميونخ الالماني. الامر يتعلق بادم ازنو، لاعب جميل جدا بمواصفات فنيه عاليه جدا، ظهير ايسر، يلعب ايضا في محور الدفاع على غرار ما يفعل نصير المزراوي. هذا اللاعب الشاب أثار الجدل في الآونة الأخيرة. لماذا؟ بسبب بسيط، أنه قرر أنه يعود إلى الفريق الوطني المغربي بعد ما كان يلعب في المنتخب الإسباني، ودائما كنتحدثون عن الفئات السنية. فإذا كيف يعود آدم أزنو للمنتخب المغربي وقد كان من قبل يلعب المنتخب الاسباني؟ الحقيقه هو ان ادم ازنو اول ما جاء لعب مع المنتخب المغربي لاقل من 16 سنه، بعد ذلك وقع تحت ضغط رهيب جدا من طرف الاداره التقنيه للجامعه الاسبانيه لكره القدم، وبالتالي قرر هذا اللاعب على انه يلعب للمنتخب الاسباني. الا ان الحدث الكبير اللي تتكلم عليه الصحافه الكتالونيه هو ان هذا اللاعب اختطف، يعني وهذه العباره بين معقبتين، اختطف من نادي برشلونه، ومن اختطفه هو نادي بايرن ميونخ الالماني اللي جلبه الى صفوفه ليلعب للفريق الثاني في انتظار تجهيزه لكي يكون في المستقبل ان شاء الله هو الظهير الايسر لنادي بايرن ميونخ الاسباني، ويشترك في ذلك مع الدولي المغربي نصير مزراوي اللي هو الاخر كنعرفوا انتقل من نادي اياكس امستردام الى نادي بايرن ميونخ وكيشغل الرواق الايمن. وفاجأنا ايضا توماس توخيل في مباراة على انه لعبوا مرة في وسط الدفاع ومرة لعبوا في وسط الميدان. فاذا نصير المزراوي اختار بمحض ارادته انه يلعب مع الفريق الوطني، ما كان عنده ادنى شك وادنى مشكل. وادم ازانو قرر على انه بعدما حمل القميص المغربي ثم عاد حمل القميص الاسباني، اليوم أشهر رغبته في العودة إلى الفريق الوطني، وتلقى بالفعل دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، دعوة من طرف سعيد شيبة، وغادي يتواجد مع الفريق الوطني في المباريات الثلاث. المنتخب المغربي للناشئين غيتواجد معاه في المباريات الثلاث اللي غادي تجهزوا للمشاركة في كأس العالم بإندونيسيا للمنتخبات أقل من 17 سنة شهر نوفمبر القادم. هذا اللاعب يعني باش يعبر على الفرحه ديالو بالانضمام الى الفريق الوطني نشر تغريده على في حسابه على الانستغرام
تيقول فيها سعيد بالعودة إلى المغرب. وطبيعة الحال كأي لاعب كيقرر أنه ينضم إلى الفريق الوطني، تلقى الشاب الصغير آدم تلقى العديد من الرسائل المهنئة، العديد من الرسائل الداعمة، بخاصة من المغاربة وبخاصة من اللاعبين الشباب المغاربة. كان من ضمنهم لاعبي نادي اتلتيكو مدريد الإسباني الريحاني والجباري اللي عبروا على سعادتهم بإشارات كتدل على أنهم فرحانين لهذا القرار اللي اتخذوا آدم أزنو، واللي هو القرار اللي لم يعد مستغربا، لأنه إن كان في وقت ما كيوجدوا اللاعبين صعوبة اختيار المنتخب اللي غادي يلعبوا معاه وهم حاملون للعديد من الجنسيات، إن كانت هناك صعوبات، فاليوم لا أتصور على أن هذه الصعوبات أصبحت ماثلة. لماذا؟ لأن الفريق الوطني المغربي ما شاء الله حقق نتائج رائعة ملفتة. المنتخب هو رابع العالم، وصل للدور نصف النهائي، فبطبيعة الحال كل لاعب يتمنى أن يحمل هذا القميص ديال الفريق الوطني. فبالتالي كانت هناك ردود فعل مشجعة داعمة تتقاسم معه هذه السعادة، على اعتبار انني دائما ما قلتها على ان اللاعبين اللي كيتكونوا في مدرسه نادي ريال مدريد دائما ما كيلقاو طريق ميسر سهل للوصول الى المنتخبات الوطنيه، على راس كل هؤلاء كيف كنذكروا اشرف حكيمي وما الى ذلك من اللاعبين. ثم في مقابل ان اللاعبين اللي كيخرجوا من لاماسيا ديال برشلونه كيتعرضوا لضغوط رهيبه ورهيبه جدا، ولعلنا تابعنا الطريق الطويل اللي مشى فيها لاعب مثل منير الحدادي باش يغير الجنسيه الرياضيه ديالو من اسبانيا الى المغربيه وينضم الى الفريق الوطني. ايضا انضمام عبد الصمد الزلزولي اللي هو من خريجي لاماسيا ديال برشلونه. اليوم ايضا هذا اللاعب ادم ازنو اللي اختطفه نادي بايرن ميونخ الالماني، ويبدو على انه وصوله لبايرن ميونخ الالماني وجوده الى جانب نصر المزراوي هو اللي خلاه ربما انه يكون جازم في العوده مجددا عن قراره والاعلان على انضمامه للفريق الوطني، وبالتالي يتلقى دعوه للمشاركه مع المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه اللي غادي يلعب في هذه الفتره ديال التوقف الدولي 3 مباريات دوليه بقيمه عاليه جدا، يمكن اخر مرحله لتحضير المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه لنهائيه كاس العالم اللي غتجرى في اندونيسيا كما ذكرت. طبعا هاد الاشارات ديال الاشاده وديال التشجيع والمسانده والتهنئه اللي وصلت لادم ازنو غادي توصلوا اشاره مختلفه تماما من اللاعب المغربي الاصل الاسباني الجنسيه والغيني الاستوائي الجنسيه ايضا لامين جمال، او بحال تيعيطوا له الاسبان لامين يامال. هذا اللاعب كلنا يعرفه لانه كان موضوع جدل كبير، موضوع انتظارات كبيره في الفتره الاخيره. اولا لنتفق، لاعب موهوب ما شاء الله بامكانيات فنيه رائعه، مساره الكروي اليوم يؤكد على انه كيمشي على خطى البرغوث الاسطوره ليونيل ميسي، بل إن هناك من يقول على أن ما يفعله هذا اللاعب في هذه السن سبق بكثير ما أو تقدم بكثير على ما كان يفعله ليونيل ميسي في سنه. جميل لامان أو لامين يامال اللي كان الكشاف المغربي أو المنقب المغربي، السكوت المغربي الموجود في إسبانيا، الأخ ربيع تكسا كان قد اكتشفه هو في سن صغيرة جدا، وقدم بشأنه إشارات للإدارة التقنية الوطنية للمنادات عليه. ولكن ما وقع هو أن الإدارة التقنية الإسبانية نادت على اللاعب هو في سن صغير جدا، تقلب بين العديد من المنتخبات، بل إنه كان كيلعب في سن متقدمة، يعني إذا كان كيبلغ 14 سنه كيلعب مع منتخبات اقل من 16 سنه، وهو في سن 16 سنه كيلعب مع المنتخب الاول ديال اسبانيا. ولعل اسبانيا عندما شعرت على ان اللاعب ممكن انه يختار الفريق الوطني المغربي، اللاعب الفريق الوطني المغربي، بخاصه بعد ما زاروا الوالد الكراكي، بعد ما استقبل من طرف هو والوالد ديالو من طرف السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هنا بالمغرب، يعني الجامعه الاسبانيه ضغطت بكل الوسائل عن طريق وكيل الاعمال، عن طريق الاداره التقنيه لنادي برشلونه، ايضا اثرت على المحيط العائلي ديالو، لان نعرفوا على ان لاعبين في هذا السن يعني 15 16 17 سنه كيكون من الصعب عليهم ان ياخذوا قرارات حاسمه مصيريه مثل هذه القرارات، لانه قرار حاسم كتدخل فيه واحد الاعتبارات من الصعب جدا على شاب
في مقتبل العمر انه يتمكن من اتخاذ القرار الصحيح. فلذلك كيكون الوسط العائلي هو الحاسم في تقرير هذا الاختيار. واعتقد الوسط العائلي لنادي لجمال او لامين يامال ساعدوا على ان يقبل بعرض الجامعه الاسبانيه، بعرض المدرب لافوينتي اللي نادى عليه في فتره التوقف الدولي ديال شهر شتنبر، خارج 2 ديال المباريات وديه مع المنتخب ديال لاروخا ديال اسبانيا، وهو مدعو لكي يلعب في فتره التوقف الدولي القادمه، حيث المنتخب الاسباني يلعب 2 ديال المباريات. اذا تبقت مباراه واحده لامين جمال باش يلعب المباراة الثالثة، وإن لعب المباراة الثالثة غادي تغلق تماما الباب ديال تغيير الجنسية الرياضية، وغادي يصبح لامين يامال منتمي بالكامل إلى المنتخب الإسباني، إلا إذا حدث بطبيعة الحال في المستقبل ما يمكن أن يغير هذا الأمر، كأن لا ينادى على اللاعب مجددا ل3 سنوات أو أكثر. هنا كيمكن له يقدم ملتمس بتغيير الجنسية الرياضية، وآنذاك كيتفحص هذا الطلب عند اللجان المختصة داخل الفيفا. قلت ما يهم في هذا الأمر هو أن لامين يامال شاهد التغريدة اللي عمل اللاعب آدم أزنو، وعلق عليها ماشي كلمات ولكن بواحد الصورة التي تثير اللي هي علامة استغراب، وكأن لامين يامال كيستغرب لقرار صديقه، لانه نفس السن تقريبا، صديقه ادم ازنو، انه يختار اللاعب المنتخب المغربي، بل وان ينضم الى المنتخب المغربي اللي غادي يشارك ان شاء الله في نهائيات كاس العالم اقل من 17 سنه. هذيك الاشاره ديال الاستغراب هي اللي غادي تجر على لامين جمال موجه غضب كبيره جدا من الجماهير المغربيه، من المتابعين لحسابات اللاعبين على الانستغرام وعلى اليوتيوب او على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلى انه يجني واحد سخط عالم جدا بدعوى انه انا شخصيا كنت افضل ان لامين جمال ما يدير ولا تعليق، يعني من الافضل انه يسكت على انه يعمل هذيك الاشاره ديال الاستغراب، لان مثل ما كان هو بنفسه حر في اتخاذ قراره باللاعب للمنتخب الاسباني وليس للمنتخب المغربي، فان آدم أزنو هو أيضا حر في اختيار المنتخب اللي يلعب معه المنتخب المغربي عوض على المنتخب الإسباني. والحرية كتجي من في صناعة هذه القرارات من ما جبل عليه اللاعب، ما تربى عليه وما تأصل عليه اللاعب. فبالتالي أنا أعتقد أن وليد أزنو كانوا المحيط العائلي ديالو جازم في أنه يدفعوا إلى القرار الشجاع اللي هو أنه يختار يلعب مع المنتخب المغربي بعد ما كان قد لعب مع المنتخب الإسباني. وأنا بصدد التأكيد على أن هذا اللاعب اللي كيبلغ اليوم 16 سنة ونصف، يعني لاعب المستقبل، ما شاء الله الإمكانيات الفنية ديالو عالية جدا، خريج واحد المدرسة متخصصة في تصنيع اللاعبين الكبار. إذا انتظروا آدم أزنو، نشوفوه مع المنتخب المغربي للناشئين، وهذا مثل هؤلاء اللاعبين هما ان شاء الله اللي غادي يكونوا النواة الصلبة للفريق الوطني المغربي عندما يستضيف المغرب نهائيات كاس العالم 2030. ومجددا غتكون هذه مناسبة باش نذكر بما كان المدرب والناخب الوطني وليد ركراكي يردده بخاصة بعد المشاركة في كاس العالم واحتلالنا للمرتبة الرابعة. كان وليد ركراكي كيقول: أنا أشرع أبواب الفريق الوطني على مصراعيها أمام كل لاعب راغب في حمل القميص الوطني وفي الدفاع عنه. وأنا اليوم أقول على أن الفريق الوطني المغربي لن يتسول لأي لاعب، وما غادي يزوق حتى شي لاعب باش يحمل القميص الوطني. خص أي لاعب كيف ما كان نوعه أنه يكون فخور ويتشرف بحمل هذا القميص الوطني. قميص منتخب هو رابع منتخبات العالم، قميص كيحمل العلم المغربي، كيحمل الالوان الحمراء والخضراء اللي هي شعارنا الدائم، واللي هي الالوان اللي تكاد تكون مقدسه عندنا. فهذا القميص قداسته كتخلي من انه لا يمكن في اي حال من الاحوال انه يكون ذات يوم موضوع للمساومه، وكل واحد حر في اختياراته. من رغب بان يتشرف بحمل هذا القميص الوطني فاهلا وسهلا، ومن لا يريد ذلك الله يعاونه
ما يتسنى غير نقولوا له الله يعاونك والله يجيب لك التيسير. اذا باش نقفل هذا الملف، كرة القدم الوطنية والمنتخبات الوطنية ما كتبدي اي استثناء في تعاملها مع كل اللاعبين اللي كيحملوا الاصول المغربيه، اللي كيحملوا في دمهم حب هذا الوطن، اللي كيعبروا من دون قيد وشرط على رغبتهم في حمل القميص الوطني. وان شاء الله هذا القميص ما غادي يلبسوا، ما كان كيلبسوا بشحال هادو، ما غيلبسوا ايضا الا اللاعبين اللي كيستحقوا انهم يحملوه باش يدافعوا عليه ويكونوا مصدر لسعاده كل المغاربه. الى ان القاكم في فرصه قادمه، اتمنى لكم قضاء امتع الاوقات. على خير والى اللقاء.